سي بودريقة اهلا بك. اهلا سي امين، وتحيه ليك وتحيه للضيوف اللي معاك المستمعين الكرام. ما عرفت واش سمعتي السي عبد الحق بن الشيخة؟ لا اسمح لي ما سمعتوش، ولكن اتصلوا بي الاشخاص قالوا لي شنو قال. دابا حنا عندنا في المغرب صحاب الحسنات بزاف في البلاصه موجودين. في البلاصه كاين موجودين. دونك جاتك الخبر. جاتني الخبر، مرحبا. دونك السي عبد الحق كيتكلم على الانفصال كان بالتراضي بانه ما دارش شروط، وقال وشكر المكتب الرجاء وقال انه وفروا لي جميع الظروف، ما من بعد الصبر ما كانش من هنا ومن هنا، ومنين جا الانفصال فبالنسبه له مساله ماشي مشكل. واش فعلا عبد الحق بن الشيخه ما طلبش شروط؟ ما كانش عنده شروط انفصال؟ لا بالفعل، فالسي عبد الحق بن الشيخ مدرب محترف صراحه. يمكن النتائج ما كانوش معاه مع الفريق الرجاء الرياضي، ولكن تبقى من المدربين اللي عندهم سمعه طيبه وسمعه كبيره المجال الكروي لا في العربي ولا حتى المغربي. بالفعل كان يمكن نقول لك الوقت ما خداش اكثر من 3 ولا 4 ديال الدقائق، لان صراحه المقابله اللي جرى الفريق البارح اثرت نفسيا على الجميع، على اللاعبين، على المدرب، كمكتب مسير، انا بالنسبه لي كرئيس. ولكن كتبقى مقابله ديال كره القدم تجي تصحيح بعض الامور خصها التصحيح ديالها، قرار يكون ايجابي ويجيو النتائج الجيده ان شاء الله في المستقبل. سي محمد، بزاف الناس استغربوا الانفصال عن الشيخه وسرعه التعاقد مع جوزي روما. كنت تفسر لنا هذه المساله سي محمد؟ مسألة عادية، ما تفسرش بزاف ديال الأمور، غير الناس حنا دابا أي قرار تناخذو ضروري تنجيو دغيا لظاهرة المؤامرة، بأن كانوا كيتصلوا قبل وكانوا كيتسناو قبل وشي روما و5 دقائق التليفون، سي روما لاباس كلشي لاباس، ما خدامش واش مستعد بالرجاء هي مستعد، شحال سيدي نتفقوا دابا لأن عندنا مقابلة ما عندناش وقت، هي مرحبا 15 دقائق مكالمة ثانية 5 دقائق جا سي روما، كان الاتفاق. فاش كتحتاج يعني وتا دابا نيتي سي روما ما بقاش يجي 10 دقائق اخرى يجي 20 مدرب اخر. يعني ما كنفهمش انا كيفاش الدراسه ديال الموضوع ديال سي روما. فبالنسبه لي كرئيس ولا مساله حتى الانفصال على عبد الحق بن شيخه، كانت اتصالات مع اعضاء المكتب المسير تقريبا جل تقريبا، ماشي كل شيء، لان كاين اللي كان طافي التليفون مع النتيجه كاين اللي كذا، ولكن مع غالب اعضاء المكتب المسير كان واحد الاجماع على اننا يجب نديروا داك الديكليك بحال اللي كان دار ديال في الوقت ديال كاس على الانديه. هذا هو الوقت اللي نديروا فيه واحد الديكليك باش الفرقه ما تاثرش بهذه النتائج. وكان الاجماع على ان يكون انفصال بالتراضي كما قلت لك، ما خصوش وقت كثير. كذلك المساله ديال روما، فاحنا ما عندناش وقت، عندنا لاعبين في المستوى، راه عندنا 6 ولا 7 ديال لي كابيتان ديكيب الى جمعتيهم، راه كاين شاكو القناوي، ما انا عدد ديال اللاعبين، عندنا لاعبين كبار لان المستوى كتنقص شي مساله. فكنظن بان المدرب روما وحصل على لقب مع فريق الرجاء الرياضي، حصل لقب اخر مع الوداد، حصل على المرتبه الثانيه في البطوله، كيعرف الرجاء والوداد، كيعرف التخت، كيعرف مدينه الدار البيضاء، كيعرف الجماهير، كيعرف الملاعب المغربيه، كيعرف عده امور، كيعرف العقليه ديال اللاعب المغربي والرجاوي خاصه. دونك ما خصناش واحد المدرب اللي غنسترقوا معه وقت اطول باش يعرف الفريق، وديجا متبع فريق الرجاء الرياضي كما تعرفوا لانه دائما متبع كيتبع الكره، لدرجه ان السي روما وكان دائما في اتصال بحفظ العالم في وقتها دائما، لان عندنا مع علاقه جيده بالجي اس ام اس المقابلات الكبار، كيستافد من التهنئه وداك الشيء، يعني علاقه جيده دليل انه متبع الفريق متبع اللاعبين ديالو. كنتمنى ان الاختيار يكون صائب ويقدم المستوى جيد في المنافسات اللي قادمه على الابطال والبطوله الوطنيه. سي محمد بودريقه، ما عرفت واش وصلتك الاصداء ديال بعض الجماهير اللي كتكلم على هذيك اللي هضرتي على المؤامره وان بعض اللاعبين تهاونوا وهذه المسائل. شنو رايك انت في هذا؟ شنو تقدر تقول في هذه المساله هذه؟ هذوك انا غير باش نوضح لك، هذه المساله ماشي غريبه. حنا دائما ملي شفنا المقابله مع اسلي خرجوا لنا فيلم، اليوم ملي تيتخسر الفريق خرجوا لنا قصه. هادشي تعودنا عليه صراحه، تعودنا على الامور. هادو الناس كيبغيو يصطادوا في الماء العكير. مقابله بحال جميع المقابلات، الفريق ما كانش في المستوى وما كانش معنا الحظ،
لان كره القدم باش دير نتائج ولا باش تحصل القاب راه خص يكون معك شويه ديال الحظ. صراحه المقابله البارح كانت حتى حدود الدقيقه 60 كان الفريق ب 10، ما عرفناش كيفاش نحافظوا على النتيجه ويستمر الفريق حتى يخص يدير كاس العرش. المؤامره وداك الشيء ديال اللاعبين والمدرب وهادشي ما واش هادشي كاين عندنا حنا ما جو سي با. هادشي زعما صراحه كما الناس كتستخدم مع العكير. اللاعبين قدموا داكشي اللي عندهم، المدرب عطى داكشي اللي عنده، ما جابش الله. حنا نحاولوا نصحوا باش ان شاء الله الامور تزيد القدام. امتى غيكون اولا واش المباراه الجديده غيكون فيها روما في البون دو توش السي بودريقه؟ لا ما تنظنش، لان السي روما غادي يوصل على الساعه 4 ولا الساعه 4:30 غادي يكون الوصول ديالو للمطار محمد الخامس. دونك ما تنظنش انه غادي تكون مقابله. المقابله غتجرى يوم السبت بعد الزوال، دونك ما يمكنش. غادي يتم التوقيع ديال العقد يوم السبت مع السي روما، وغادي يباشر العمل ديالو مباشره يوم الاثنين ان شاء الله. عنده واحد 15 يوم باش يتعرف على اللاعبين ويكون عنده واحد التعارف في الميدان، وعنده مقابلات. الحمد لله الفريق هو الان في المرتبه الاولى في البطوله الوطنيه. النتائج مزيانه بالنسبه للبطوله، فغادي يكمل العمل ديالو باقي كما تنقولوا. فبالنسبه للبطوله فالفريق في اتجاه صحيح. لان السي بودريقه شكرا على التواصل ديالك، رئيس فريق الرجاء الرياضي كان معنا. شكرا سي محمد بودريقه. شكرا كان معنا.